السلام عليكم. اللبن او الحليب هل هو مناسب لمريض السكر ولا ما ينفعش ان هو يشربه لان هو بيرفع سكر الدم بتاعه؟ الحاجات دي كلها هنعرفها في الفيديو ده، تابعوني للاخر. ولو اول مره تتابعني فانا ساره عبد العزيز، دكتوره صيدلانيه مهتمه بالتغذيه العلاجيه وبطب الاعشاب وكل حاجه متعلقه بمريض السكر. ويلا بينا نبدا الفيديو. اللبن كتير جدا من الناس عماله تطلع كلام عليه ان هو شويه ان هو هرمونات، شويه ان هو مش مناسب لمريض السكر على سكر الدم، علشان كده المفروض ان احنا ما نشربش لبن لو انا مريض سكر. الكلام ده كله علشان اقدر احلله تحليل علمي، محتاج اشوف دلوقتي ايه هي الحاجه اللي بتقولي ان الغذاء ده او نوع الغذاء ده بيرفع السكر. في عندي حاجه اسمها المؤشر الجلايسيمي. المؤشر الجلايسيمي ده هو مؤشر بيقول لي الاكل اللي انا هاكله ده هل هو حاجه بترفع السكر، ولا حاجه تاثيرها متوسط على سكر الدم، ولا حاجه تاثيرها منخفض على سكر الدم فهي مش بترفع السكر